مساء الخير والعافية والجمال على أجمل المتابعين. إذا حبيتوا قناتي ومحتواي أتمنى من عندكم لايك واشتراك الما مشترك وتعليق من إيديكم الحلوة. هنا بنات جيتكم فقرة تعزيل المسواق وتنظيمه، راح أقضي يوم الوقت وياكم من ورا الغدا، من الصبح لحد ورا الغدا. فهنا أنا بديت أعزل المسواق، وهذا مسواق اللي كانت كل ما عندي بالثلاجة أنا نظفتها وكملتها الثلاجة بالليل. وثاني يوم هذا المسواق بنات، هاي ثاني مرة من بعد أنا ما أغسل المسواق، لأن حتى يفيدني وقت أكثر، لأن أنا عائلة كلش صغيرة وجاي نسوق هواية، حتى على مود لأن تعرفون الجو حار وواحد مو دائما يروح للسوق ودوخة السوق وتعرفون أنتم. فهنا أنا شنو بديت أعزل وياكم بالمسواق. قلت لكم ما أغسله حتى على ما تشوفوا. هسه هاي بنات الباذنجان عندي 3 يعني قديمات، فما عليهن أي شي. جيت قبل من أغسل دائما بسرعة يخرب، بس إذا عائلتكم لا كبيرة لا عادي، بس أنا لين عائلتنا صغيرة فهواي هاي علينا. فالمهم بنات جيت كل شي خليته بالمنظمة هاي مالت الثلاجة، وبعدها راح أغسل وياكم بس التفاح، لأن أنا دائما بس التفاح، وأنا دائما بنات أنا يعني أطلع الجهالي مو هم يطلعون وياكلون، فأنا شن يردون أنا أطلع لهم وأغسلها وأطيء لهم هيك. يعني هاي الفقرة محتمدتها. هنا اجيت قلت بس خلنا نغسل وياه التفاح، لأن التفاح أنا جربته من أغسله لأن قوي وما يخرب. التفاح دائما ما يخرب، ما عليه أي شي. قلونا بناتي جبتوا مشميش؟ لا، نزل فاكهة الصيف كلش حلوة. يجي هذا التفاح الصغار اللي يجي الحامض، هاي الجوجة، والتفاح الأخضر، وكله فاكهة اللي يعني تحس الصيف يعني كلش حلوة. هسه منه هيك راح يجي العنب همات والتين. فهنا أنا بديت أغسل بالجيمر، لأن بنات كان كله تراب، وتعرفون هالأيام جونا كلش تراب، فهو بالسوق فشي أكيد يصير كله تراب. هنا بديت أغسل بيه وأخليه بهاي السلة حتى على مود لما ينشف المي مالته، إلا بعدين أضمه بالثلاجة. وهنا بنات هاي بعد ما كملت مسواقني وكل شي كملت، شوفوا راح أدخله للثلاجة. وهاي هي إنه راح بنات أقدم وياكم غدانا. هنا هاي السمك للغدا راح أسويه قلي هالمرة، لا شوي ولا مرقة، هالمرة راح أسويه قلي، يعني رادوه قلي مطبق. فهنا أنا بديت أصدف بيه، وهو يعني جابوه لي مشقوق. فهنا أنا بديت أصدف بيه وراح أقليه هو بكبره. بنات كلش طيب يعني طلع، ما أعرف لأن إحنا صارنا هواي ما ماكلينه. والقلي دائما يعني من نجيب شوي مثل دائما أكثر شي شوي ومرقي، فقلي بين فترة وفترة نجيبه. قلونا بنات شلون الأسعار عندكم مال السمك؟ كلش غالية والله الأسعار. أعتقد الكيلو ب7.5، يعني الله يساعد الفقير اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده هو قوة يدبر الطماطة، يعني شحال يشتري يعني نوب سمك. فوين عشق السمك، وين اللي يحبون التصديف مع السمك؟ والله أنا بنات يعني لا أحبه ولا أضوج من عنده، يعني عادي أكو بهم يضوجون من التصديف. فهنا أنا خليت لي سفرة مالت الأكل، وبديت شنو أنظف عليها السمك. هنا أنا بعد ما أكمل راح أقليه، قلت لكم بكبارة. هالمرة قلت ما أريد أقصص، أريد أقليه بكبارة. عندي طاوة طلعت الكبيرة وراح أبدي أقلي بيه. بنات أحب أن أحكي وياكم، هواية أسئلة جاي تجيني على المطبخ. ليش فرشة المطبخ؟ وليش خالة الفراش بالمطبخ؟ وليش ما تخلين المطبخ بدون فراش وتغسلينه دائما؟ بنات ترى الوطني كلكم انتم عايشين وشايفين الوطني كله زينة، فما يحتاج يعني أشيل الفراش. وأنا عندي أرتب وأحسن، لأن إحنا بنات ما متعودين يقعدون على الكاشي، يعني مستحيل ما أفرش بدون ما أفرش فراش على الكاشي، فهاي مستحيل يعني. والوطني زينة، فهذا فرشته أنا الفراش، لأن أنا السبلت مال الغرفة حولته وين بالمطبخ، لأن الغرفة ما صار يعني السبلت بيه، فحولته من انتقلنا بهذا البيت فخليته بالمطبخ. ودائما أفتح باب الغرفة
والبرودة تروح للغرفة وللمطبخ. جاوبت هواي على هذا السؤال، بس بعد لحد الآن يجيني ليش انت تفرشين وليش ما تشيلين الفراش؟ مو حارة؟ لا بنات مو حارة، يعني بيتنا بارد والحمد لله والشكر والوطني مستمرة. فهذا بنات حبيت أجاوب على السؤال هذا. وجاني هم كم سؤال على مود والله الغسالة، شلون هالغسالة. قلت لكم بنات أنا بس شوية الفيديو الصراحة أخرته لأن ما قدرت هسه أسويه، بس بنات أنا والله ما ناسية، إن شاء الله راح أقدم فيديو كامل عن غسالة الصحون، شلون استعملها وشنو سلبياتها وشنو ايجابياتها وشنو استعمل لها، وتغسل قدورة لولا. ان شاء الله قلت لكم انا كم مرة قلت لكم حتى بالفيديوهات السابقة راح اجاوبكم، ونسيت اسوي لكم فيديو خاص بها. اخاف اي بنية انا تأخرت عليها فخليها تعذرني على هاي كم سؤال اجاني بالجولة، اسمه الجولة في مطبخي. هواي اسئلة اجتني على هذا الفيديو على مود غسالة الصحون. وإن شاء الله أنا ما راح أتأخر وياكم، راح أقدم لكم فيديو على غسالة الصحون. وإن شاء الله أي وحدة ما عندها غسالة راح تشتري، والله بنات كلش تفيد يعني. وإن شاء الله أنا راح أقول لكم شني سلبياتها وشني إيجابياتها، وهي رغم سلبيات ما بيها. فهنا بنات بديت أصدف بالسمك كله، وهسه شنو راح أبدي أغسله وأقلي. هنا هم انت عندي اللي صورت وياكم الدجاج واللحم، هم غسلته وكملت وفرسته بالثلاجة. بنات اذا هواي هم بنية سألتني شلون تنظمين مصروفكم. والله بنات المصروف يعني بدون يعني ما اخلين وقت، يعني يم زوجي هو يصرف المصروف، يعني ما خالين مصروف محدد. فبنات هنا هذا غدانا، سهمنا وسهمكم العافية. وبعد ما كملنا غدي راح تشوفون انا نظفت وياكم الطباخ، سويت القوري مال الشاي، خليت العفو على الطباخ، وعلقت البخور، خمات خليت البخور لين السمك، نظفت الكاونتر كله نظفته بنات. هاي شوفوا بنات مبخرتي صار بيها كضيتها وشمرتها لان حسيتها صارت قديمة، فيحتاج اني اروح للسوق اجيب المبخرة. فهنا بنات هاي حتى الشاي صبيته على الكاونتر. وبعد ما عندي شي لهنا وصلنا بنهاية الفيديو. لا تنسون بلايك وتعليق حلو، واحبكم كلش هواي بنات. وهاي اخر شي بعد ما